اول تفريزات الشهر الكريم هنبدأ كده ان شاء الله مع بعض كده بالبسلة. البسلة وجمالها في ناس كتير جدا بتعشقها وبتحبها. بسم الله كده هنبدأ كده مع بعض الفيديو. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ازيكم حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. النهارده كده هنبدا اول تفريزات الشهر الكريم، هنبدا كده مع بعض بالبسله. والبسله لازم تكون جودتها عاليه زي ما انت شايفه كده، الحبايه بحبايتها والقرن بتاعها سليم، ما فيهوش اي ثقوب ولا حاجه عشان ما يكونش فيها دود ولا حشرات. زي ما انت شايفه كده البسله بتاعتنا بتتكلم عن نفسها. بسم الله ما شاء الله، حلوة جدا وحبيتها جميلة وشكلها جميل. هي حبيبتي كده هي اللي بتفصص معايا اهي وبتساعد ماما. حبيبة قلبي يا لولو، تسلمي لي يا قلبي. بتفصص معايا كده البسلة. هنفصص الكمية بتاعتنا اللي معانا، هنفصصها كده كلها ان شاء الله، وهنوريكم هنعمل فيها ايه وهنخزنها ازاي ونفرزها ازاي ومن غير ما تجلد معاكي وتشد معاكي في التسويه. ولها خطوات مهمه جدا، تابع معايا الفيديو للاخر. زي ما انت شايفه كده بسلتنا تحفه، بسم الله ما شاء الله، جميله اخر جمال. بعد ما خلصت كميه البسله بتاعتي، جبت كده حله على النار، حطيت فيها ميه تسخن، ومعايا كده معلقه ملح ومعلقتين سكر. دول كده مواد حافظه بتخلي لي تحافظ لي على البسله بتاعتي ولا اي حاجه. انا بحب اخزنها بعملها بالطريقه دي. وهقلب كده بقى الملح والسكر معانا كده في الميه، وادي الميه بعد ما سخنت قوي بالشكل ده هبدا انزل بالبسله بتاعتي فيها. مش مشكله اما تتعبي يوم في السنه وترتاحي وتخزني حاجتك وهي في اول الموسم، بيبقى طعمها حلو وبتبقى جميله كده وطازه وحلو. انا بحب اخزن حاجتي كلها كده في اول الموسم، وحاجه الشتاء كده كلها جميله. الطماطم والبسله الخضار بسم الله ما شاء الله كل حاجه بتبقى جميله كده ولها طعم تاني. سبحان الله، كلها خيرات ربنا وبتتروى كلها بميه واحده والطعم مختلف واللون مختلف. سبحانك يا ربي. ده كده بقى ايه، البسله بتاعتنا كده بدات تسخن خالص اهيت وتبدا تغلي زي ما انت شايفه كده. هقلب البسله كده زي شايفه اللون بتاعها طالع عامل ازاي، تحفه جدا وما بتغيرش ولا حاجه ومتخافيش ان هي تاخد لون مختلف عن اللي انت شفتيه معايا في الفيديو. تطلع خضره كده وجميله زي ما هي. بعد ما بدات تغلي كده معايا هتطلع كده ريمه على الوش رغوه بيضه كده، هحوشها كلها بالشكل ده. ولو وصلت لغايه هنا ما تنسيش تحط لايك وتشترك في القناه وتفعل الجرس على كلمه الكل عشان يوصل لك كل فيديو جديد احنا بنعمله. وبعد ما نروح حوالي 10 دقايق كده هختبر كده البسله بتاعتي. هضغط على واحده لقيتها كده بتطلع بسرعه كده معايا ومستويه، هبدا بقى ان انا اخرج كل البسله من على النار. انا هصفي كده بالطريقه دي، وانت دي الكميه بس اللي انت عاملاها تقدر تصفيها في الحوض بالمصفى بالطريقه زي ما انت شايفه كده. ان انا لسه هعمل كميه تانية فهحطها في الماء السخن تاني اهو بالشكل ده كده. زي ما انت شايفه كده هاخدها كلها اصفيها بالمعلقه. وبعد ما خلصت الكميه الاولانيه هنزل بالكميه التانية في نفس الماء السخنه اللي انا عملتها بالشكل ده كده، وهسيبها تغلي برضو كده على النار لمدة 10 دقايق وتستوي معايا بالطريقة دي. ان انت بتحافظي عليها ان انت ساعة ما تيجي تسويها في المرة التانية تحطها في الصلصة، تحطها في الصلصة على طول. تقدري ان انت تشوحها في فص توم بس كده، تقدري تطبخها بكذا طريقة بتسهل عليكي ما بتاخدش وقت. وعندي طريقة برضو كانت جبت بسلة السنة اللي فاتت وما استوتش خالص معايا وعملتها بالطريقة دي برضو، وكانت بسلة كده غريبة الطعم والشكل. فانا برضو ما سكتش الحمد لله وحطيتها في الحله الضغط وسويتها
وتقدري انت برضو تسويها في الحله الضغط لو انت واجهتك نفس المشكله دي بالظبط. وبعد ما بردت البسله كده وصفتها حطيتها في ميه بارده. احنا كده الجو يعني احنا الجو مطر دلوقتي وبارد جدا، تقدري تعمليها كده تغسليها على طول بالميه اللي هي السخن البارده من الحنفيه. وادي الكميه التانية اهي. بعد برضو ما طلعت من عليها الريم وقلبتها كده بالشكل ده، هعملها بنفس طريقه الكميه الاولانيه اما تقعد 10 دقايق على النار، وهختبرها برضو اهو بالشكل ده. هاخدها برضو وهصفيها وهبردها معايا بالميه الساقعه. لو انت في الصيف تقدري تحطي ميه بتلج في الميه وتبرديها. هصفيها كلها كده واحطها في مصفى واحطها تبرد كده معايا، تبرد تماما، وابدا اعبيها بقى في علب في اكياس. تقدري بقى في الخطوه دي تزودي الجزر بتاعك، الناس بتحبها بالجزر، الناس بتحبها كده لوحدها. انا هخزنها كده لوحدها وعامله الجزر لوحده. اما اجي بقى اسويها هحط شويه من الجزر على شويه من البسله، لان انا بستخدم البسله ديتي في طبخات مختلفه. في طبخات ما بحتاجش فيها الجزر، وهوريكم ان شاء الله معايا كده طريقه جميله جدا للبسله مختلفه جديده جدا وحصريه زي طريقه السبانخ بالظبط اللي احنا عملناها مع بعض بالعدس. والكل استغرب الطريقه دي وقال احنا مفيش عندنا كده. في كل مكان وله طريقه في الطبخ، وهنوريكم ان شاء الله طريقه الطبخ البسله طريقه مختلفه تماما وجديده، وان شاء الله تعجبكم. زي ما انت شايفه كده ببدا اعبي البسله بتاعتي كلها كده في اكياس حسب الطبخه بتاعتك، وبربطها زي ما انت شفتك كده. بخرج الهواء من الكيس اهو، بخرجه خالص واربطه الكيس من فوق علشان ما ياخدش معايا مكان في الفريزر، واقدر اخزن الحاجات اللي انا عايزاها وتاخد معايا. قربت لفوق خالص وبفرد البسله في الكيس اهو بالشكل ده، مخرجه منه الهواء فما باخدش معاه مكان. ما تحطوش كده زي السره كده بتاعه الدناشير وتبقى مكلكعه معاكي، لا افردي الكيس كده عشان ما ياخدش معاكي مساحه في الفريزر. وتقولي لي ايه رايك في طريقه البسله بتاعتنا النهارده. شايفه طريقه البسله كلها طالعه اخضر زي ما هي وجميله، ما تغيرش لونها ولا جرى لها اي حاجه، واستوت معايا وعمرها ما تتجلد معاكي في التسويه. الطريقه دي جميله جدا ومعتمداها على طول في كل سنه. ولو وصلت معايا لغايه هنا ما تنسيش تحط لايك وتشترك في القناه وتفعل الجرس على كلمه الكل، وتقول لنا ايه رايك في طريقه التفريز النهارده بتاعتنا بتاعت البسله. بحبكم في الله، واشوفكم في فيديو جديد. مع السلامه.